السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي، مرحبا بي عندكم. نتمنى ان شاء الله وصفة تاع اليوم تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيتكم بواحد البراج ولا ميني مبرجة خفيفة تذوب في الفم ذوبان بمقادير مضبوطة، مقادير غير صغيرة ومضبوطة. ديري واحد البراج غادي يهبلوا عليهم في الدار. صلوا سلموا على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. راكم تشوفوا هنايا استعملت انا سميد تاع مولا، نتوما استعملوا اي نوعية تاع سميد بغيتوها تجي تذوب في الفم ذوبان كيما تاعي. ديروا هذا السميد تاع مولا. هي تجيب تاع الميزان، تجيب تاع الباكي، مهم اي نوع تاع سميد نتوما عندكم ديروه. ليسونسيال سميد متوسط. غادي نديرو 3 كيسان. انا استعملت هذا الكاس صغير شويه، قلت لكم درت مقدار صغير. نتوما بغيتو ديروا مقدار كبير ديروا، تستعملوا بالبول بالكاس بالزلافه. ليسونسيال تبعوا المقادير من الاول حتى للتالي. العبار اللي غادي نعبروا به السميد نعبروا به ليدام ونعبروا به السوائل، الماء ولا الحليب. صاي انا الكاس الاول غربلته باه نشوف الا كاش فيه حاجه هكا كوز ولا ساعه نقي. هذا السميد جديد ما فيه والو. زدت كملت كاس الزاوج والثالث. نديرو رشه تاع ملح تكون مليحه، ونزيدو رشه تاع سكر انا نسيت ما درتهاش. ونديرو هنايا عندي السميد رطب، درت لها 3 مغارف كبار تاع سميد رطب في بلاصه الفارينه. كاين اللي يدير فيه الفارينه وكاين اللي يدير فيه السميد، انا استعملت هنا السميد رطب. المارغرين درت 2 مغارف كبار مارغرين، ذوبتها على نار قليله وخليتها بردت وكملتها بالزيت. بصح الكاس كما شفتوا ما كملتهاش حتى للتالي، خليت قد اصبع للتالي. درت كاس الا ربع مارغرين دايبه وكملتها كما شفتوا بالزيت. نبسو مليح هذاك السميد تاعنا. كي تبسوه خلوه يريح على الاقل ربع ساعه ولا 20 دقيقه باه يشرب مليح هذاك ليدام. تغطوه وخلوه يريح على جهه. نفوتوا دروك للغرس. انا عندي هنا 300 غرام تاع غرس، كميه قليله هذه لخاطرش قلت لكم غادي ندير كميه قليله تاع المبرجه ولا ميني مبرجه كما شفتوا في الصوره المصغره تاع الفيديو. غادي نقلع هذا البابي ونشوف اذا فيه العلفه ولا لا. هاد الغرس الشباب شوفوا نقي ما فيه لا علفه لا والو، فيه غير هذوك الشابويات تاع الحبه تاع التمر شفتوها اللي تلصق في العرجون. قعدت نقلع فيها يا ربي واحد 3 حبات ولا 4 هكا قشور، يجوك القشور طريين. قلعتهم فتتها كاع هكا بيديا ولا كشو كيما العجينه. زدت له مغرف الا ربع تاع مارغرين. انا نستعمل صول، نتوما استعملوا صول ديما اللي موالفين تستعملوها. ودرت هكا قطرات تاع ليكستري تاع المزهر. اللي ما تبغيش دير ليكستري تاع مازار تنجم تعوض بليكستري تاع قرفه. ما تبغيش دير قرفه بودره ديرها شويه. كما عارفين هاد العطور مركزه زعما ديروا حاجه قليله. ونعجنوا هاد الغرس تاعنا. انا ما غادي لا نفوره لا ندير له الزيت لا والو، ديجا هو طري. قلت لكم طري وشباب كاليتي تاعه شابه. غادي ندير غير هكا رشه خفيفه تاع قرفه، حاجه خفيفه. ونزيد له الجلجلان هنا اختياري. كاين اللي يبغي يزيد له الكاوكاو، كاين اللي يبغي يزيد له. المهم هنايا اختياري. كاين اللي ما يبغي يزيد له والو يخلي الغرس وحده. انا غادي نزيد له قد مغرف كبيره. انا استعملت هنا بمغرف صغيره تكون قد مغرف كبيره تاع الجلجلان محمص. ونعجنوا مليح هذا التمر مع المكونات اللي درناهم فيه حتى يولي لنا هكا لاباط طريه. شوفوا هنا ننصحكم تخيروا نوعيه شابه تاع غرس باه ما يغبنكمش. كاين واحد الغرس اللي طحنين فيه العلف بزاف يغبنكم، تقعدوا بالك ساعه وانتم غير تنقوا فيه. شوفوا لاباط تاعه كي طريه. غادي نغطوها في كيس بلاستيكي ونخلوها على جهه. هنا كانت فاتت حوالي ربع ساعه. فوت للسميد تاعي راكم تشوفوا كي راه ناشف ولا كي الطعام. شو الطعام كي تنفخوه هكا وتعاودوا تولوا تشوفوه تسبوه ناشف. شرب كاع هذوك السوائل. عندي هنايا كاس الا ربع تاع حليب. الحليب دفيته كم تشوفوا فيه ليدام، دفيته في نفس الكاسرونه اللي كنت ذوبت فيها المارغرين. هنايا على حساب السميد تاعكم لا يشرب. لا كان السميد تاعكم يشرب قادر يديكم كاس تاع حليب، ولا كان السميد تاعكم ما يشربش ديك انا دالي كاس الا ربع، شويه فوق الربع بشويه زعما باقي قد 2 صباعات على نهايه الكاس. بالنسبه للتبساس اللي عندها الحليب دير الحليب، عندك الماء ديري الماء. بصح النتيجه بالحليب تجي شابه بزاف، يجي فيه واحد الحلاوه. والحموريه هذيك السبب تاعها حموريه شابه تاع الحليب. تنجموا تخلطوا دير خليط بين الماء والحليب. هنايا فرشت هذا البابي، هذا الورق الشفاف باه فوقه نبرد الطبقات تاع المبرجه تاعي. هنا اللي عندها شوفوا من الاحسن اللي عندها بابي، ماشي بابي، كيس بلاستيكي هكا تاع كونجيلاسيون تحلوه خير ما يغبنكمش في التحراك. انا هذاك غبني شويه كشو قاعد يسق فوق البوطاجي. هنايا غير خليتهم ريحت شويه صت هذيك لاباط شربت. عاود كملت كنت مخليه واحد هكا واحد شويه تاع حليب.
عاود كملتها كي تسيبوها شربت معليش رشوها غير هكا بيديكم، ما تفرغوش بالكاس. بالنسبه للمبتدئات رشوا بيديكم ولموها، ما تعجنوهاش تاني ما تجيكمش هكا مكرلزه، تجيكم خفيفه وتذوب في الفم ذوبان، تجي من اروع ما يكون. كيما كنتم تشوفوا انا بردتها على شكل مستطيل، ما خصنيش لي شيت منه من خاطرش غادي نقطعها بالطابع. نبردو حداها تاني هذاك الغرس كيما كنتم تشوفوا، وما ديروش رقيق بزاف، ديروا شويه غليظ. مام لاباط راكم تشوفوا درتها حوالي الارتفاع تاعها 1 سنتيمتر، باش من بعد غادي نبردو كاع الطبقات مع بعض باش هذاك الغرس يلصق بالطبقه الفوقانيه والطبقه التحتانيه، ماشي كي نحطوه غير هكا من نجو نطيبوه نحركو منه من تقعد الحبه تنفاصل. فهمتوني؟ صاي راهي باينه الطريقه ديجا بلا ما نشرحها، راهي باينه ساهله ماهله. برك عاونوا رواحكم بالبابي كويسون ولا بالاكياس بلاستيكيه بالبورسيت. هذه هي كنت تشوفوا الطريقه ولا اسهل. نعاودوا نبردوهم دروك غير بشويه هكا، نبردوهم مع بعض حتى نتحصلوا. شوفوا كل وحده كي تبغيهم، كاين اللي تبغيهم غلاط بزاف وكاين اللي تبغيهم رقاق. انا نبغيهم رقاق ما نبغيهمش غلاط بزاف. كل وحده دير على حسب السمك اللي تبغيه. شفتوا شحال كان المربع صغير وشوفوا شحال ولا الله يبارك. انا جبت هذا الطابع تاع الصابلي وكاع على قلت لكم ميني مبرجه. انا عجبني خاطرش فيه دوك التدريجات، قلت نديرهم غير صغيورين وشابين. شوفوا في هذا الوقت اللي نطبع فيه اني حميت المقله تاعي على نار قليله ونطيبهم في غردهم. هو البراج راه كاين داك الطابع تاعهم تاع الحديد اللي ينباع ديريكت، الحبه تجي كبيره بصح انا ما عنديش، مولف نقطع غير بالخدمي. هاد الخطره قلت نديرهم بهذا الشكل يجي شباب ويجوا هكا. ديفو حبه كبيره ما نطيقش نكملها، ناكل غير هكا حبه صغيره مع كاس القهوه تجي شابه. هنايا كي حمات المقله ما درتهاش في المتوسط، نقصت شويه على المتوسط باش يطيبوا شابين ويطيبوا من الداخل ومن برا. الناس اللي داخلين جدد القناه وكم مرحبا بكم، نورتوا القناه. نتمنى ان شاء الله وصفه تاع اليوم تعجبكم وتجربوها وتنجحوا فيها. وصفه سهله بمقادير مضبوطه، ما فيهاش كاع حاجه هكا مكون ما عندكمش في الدار، كاع عندكم في الكوزينه السميد وعندكم الدهان. نقلبوها كيما هكا حتى تحمر لي من الجانبين. ما محبه هكا اي مقلوبه وكاين حبات لي في الجوانب بشويه خاصه محموريه، عاود تقلبتهم باش يطيبوا غايه. وكي تشوفوهم تحمروا منهم اقلعوهم وخلوهم يبردوا باش تاكلوهم، ما تاكلوهمش هما حامين. هاني قلت لكم شوفوا التحميره ما شاء الله. وهادو هما البراج تاعنا صاي كملتهم هنايا. شوفوا جو روعه ما شاء الله وتبارك الله، جو محمرين الشكل تاعهم متحوف. شو اقول لكم برك نتمنى تجربوهم وتخلوا لي رايكم في التعليقات. نتمنى اي وحده تجرب وصفه من وصفاتي تخلي لي رايها في التعليقات. وماذا بيا المتتبعات اللي يتبعوني شاركوني الولايه من وين راهم يتبعوني، من الشرق من الغرب من الصحراء. ماذا بيا يخلوا لي في التعليقات من وين، ومرحبا بكم من اي ولايه كنتم سواء من داخل الجزائر ولا من خارجها. شوفوا الطراوه، شوفوا دوك الطراوه جو روعه، جو طريين كيما المقرود الطري. هذه الوصفه تاع اليوم. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه الى وصفه اخرى باذن الله.